الفيديو ده للناس اللي عايزة تخس في رمضان. اول حاجة هاتي ورقة وقلم واعملي لايك للفيديو ده وشير لاصحابك وحبايبك عشان هما كمان يستفادوا. رمضان فرصة عظيمة جدا ان احنا نقدر نخس فيه، طبعا بسبب عدد ساعات الصيام الطويلة. باقي اليوم بيكون قليل قوي ان احنا ممكن ناكل فيه، فدي فرصة ما تضيعوهاش. مطلوب منك بس حاجات بسيطة جدا. اول حاجة ان انت تلتزمي معايا، ثانيا تجيبي ورقة وقلم عشان تكتبي ورايا. اول حاجة معانا في التحدي تنسي موضوع التلقيط او اننا ناكل ما بين الوجبات. تاني حاجة يلا اكتبي ورايا، هناخد الوجبات بتاعتنا. الوجبة الاولى وهي الفطار احنا هنقسمها لمرحلتين. المرحلة الاولى هي المرحلة اللي هنكسر فيها الصيام بتاعنا. هناخد تمراية لو هي حجمها كبير او 3 تمرات لو هي حجمها صغير، مع نص كوباية لبن او كوباية مية او مشروب دافي زي الشاي الاخضر او القهوة الخضراء او النعناع. بعد كده هتقومي تتوضي وتصلي المغرب، تدي فرصة لنفسك كده. بعد كده نرجع عشان ناخد الوجبة الكاملة. اول حاجة هناخدها طبق شوربة من اللي هيكون متاح في البيت، بس ما يكونش فيه نشويات. يعني ما ينفعش مثلا شوربة لسان عصفور، لكن تنفع شوربة او مرق فراخ او مرق لحمة مثلا، او شوربة خضار. بعد كده الوجبة بتاعتنا تكون عبارة عن بروتين وخضار. البروتين ده اما يكون لحمة فراخ سمك تونة بيض اللي متاح في البيت. والخضار بتاعي طبق سلطة كبير جدا عشان خاطر اقدر اشبع، ولو في خضار مطبوخ يكون معمول بطريقة قليلة جدا في الدهون قدر الامكان. وهاكل منهم باي كمية عشان لازم اشبع كويس جدا في الوجبة دي. في عندنا اوبشن، لو انت من الناس او انت من الناس اللي هي بتحب تاكل نشويات كتيرة، ممكن نحط كمية بس تكون قليلة قوي. يعني ممكن 3 معالق رز او نص رغيف. ملحوظة مهمة جدا، نخلي بالنا ان ما ينفعش عصير ابدا على الريق او اول ما نكسر الصيام. طيب انا عايزة اشرب عصير، نخليها بعد الفطار وتكون كمية مش كبيرة، حوالي مثلا نص كوباية لو هي حجم الكوباية كبير، وتكون انواع محددة. يعني مثلا عصير ليمون او عصير فراولة. بلاش ابدا ناخد السوبيا او التمر هندي او قمر الدين. الحاجات دي بتكون فيها سعرات عالية جدا 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 وممكن تضيع لك اليوم كله. تاني وجبة طبعا هي هتكون وجبة السحور، ودي وجبة مهمة جدا 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 ما ينفعش ان احنا ما ناخدهاش. الوجبة هتكون كالتالي، عبارة عن بروتين يكون حيواني ومشبع، وكمان معانا دهون صحية زي السمنة البلدي او معلقة زيت زيتون مع خضار. البروتين ده ممكن يكون تونة من غير زيت، ممكن يكون زبادي عادي او زبادي يوناني او جبنة قريش. طبعا زائد طبق خضار كبير عشان خاطر نقدر نشبع، وكمان يكون فيه الياف كتيرة تشبعنا وتحسن عملية الهضم. طيب حد هيجي يسألني هنعمل ايه في حلويات رمضان؟ مفيش مشكلة تماما، هناخد حلويات من اللي متاحة في البيت، بس هتكون قطعة صغيرة قد 3 صوابع من الايد، وتكون كل 3 ايام مرة. ضروري نمشي كل يوم نص ساعة. لو قدرت قبل الفطار يبقى كويس جدا جدا، ما قدرتيش نخليها بعد صلاة التراويح. مهم جدا نهتم بالخضار عشان الشبع. ونخلي بالنا اكيد ممنوع المقليات، مش هينفع مقليات خالص في الدايت ده. السكر الابيض نقلله قدر الامكان او ممكن نستبدله بسكر دايت. اللي عايز يشترك في التحدي ده يكتب الوزن بتاعه الحالي، وبعد كده بعد شهر رمضان على نفس الكومنت بتاعه يكتب الوزن اللي وصل ليه. واعملوا شير للفيديو ده لاصحابكم او اللي بتحبوه عشان هما كمان يستفادوا ويشتركوا معانا في التحدي. ولو استفدت من الفيديو ده اعملي لايك وشير لاصحابك، وكل سنة وانتم طيبين.